صدقوني أكتوبر 2026 الحكم الذاتي، ويصبح المغرب يسيطر على كل الصحراء وعينه على الأراضي الجزائرية. هذه الحقيقة. بعض الأصوات وبعض الأقلام وبعض النتانة يقول لك لا ما كان والو، هذا مقترح الحكم. لا، هذا مقترح الحكم الذاتي قرب تسمى دخلوا الحكم الذاتي سبربوعي بزيت زيتون، شاو هاد زيت الزيتون ولا بازلين. وانا نقولها لكم بكل صراحه، الحكم الذاتي يطبق، لانه الحكم الذاتي الان عنده سنه. بعثه الامم المتحده زادوا لهم سنه، قال عندكم من اكتوبر 2026. مش ممكن اكيد ما همش رايحين يمدوا للبعثه الامميه بقائها في الصحراء. ايش معناتها؟ معناتها انسحاب البعثه الامميه بسلاسه في هدوء خلال سنه، وجدوا قشكم خملوا قشكم باش تخرجوا. والبديل ما هو؟ البديل هو القوات المغربيه، وبالتالي استيلاء المغرب على كل الصحراء وفرض الحكم الذاتي بالقوه بمسانده ترامب وعدم ممانعه روسيا والصين. يضربوا الناحيه يقول لك احنا خاطينا لا نصوت، خاصه انه الجزائر راح تخرج من عضويه مجلس الامن كعضو غير دائم، تنتهي العهده نتاعها، اللي راح تجي الامارات وراح يجوا دول مسانده للمغرب اكثر، يعني راح يفرضوا سياسه امر الواقع في اكتوبر 2026 بالكف وبلع فمك، اشطك وبلع فمك. اذا قضيه الصحراويه للاسف الشديد هي برا وكل شيء ذا، وفرض حكم الذاتي بقوه القانون تحت البند السابع. متحده قال بالقوه، واللي حل فمه نهبط له ضروسه، اللي حل فمه نهبط له ضروسه.